عايز اعرف اكتر مكان امان في ليبيا، واكتر مكان متوفر في شغل في ليبيا، واكتر شغلانه يعني فيها فلوس او اقدر اجيب منها مرتب كويس او يوميه كويسه في ليبيا. في شخص بعت لي الرساله دي على الخاص، بيقول لي عاوز اعرف تفاصيل اكتر، أأمن مكان وأحلى مكان أروحه فين في ليبيا، أشتغل إيه بمرتب كويس، أحلى شغلانة يعني وكده. فأأمن مكان وأحسن مكان في ليبيا هو بنغازي. بنغازي أحسن مكان، وكمان الشغل هنا كتير ومتوفر. وأحلى شغلانة إيه تشتغلها، شغل المطاعم بالنسبة لي هو أحلى شغل. لو أنت مثلا معكش صنعة مثلا زي سباك، زي الحاجات ديت، صنايعي مثلا محارة كده، فأحلى شغلانة ليك هي صنعة المطاعم. فأنت لو صنايعي جلاية، شواية، تجهيزات، شاورما، الكلام ده كله، فبتكون اليوميات كويسة. يعني لو انت صنايعي وهتشتغل في مطعم كويس، اليوميات معاك ممكن من 120 دينار 130 دينار وطالع انت بقى، وعلى حسب يعني صنعتك ممكن توصل ل 200 دينار 250 دينار، على حسب طبعا صنعتك. عشان بس الناس ايه اللي بتقف لنا على الكلمه بتقول لك مفيش اليوميات دي، لا في. لو صنايعي شاورما بتشد لك مثلا 50 60 كيلو شاورما، فعادي يعني ممكن تاخد 200 جنيه مستريح خالص. لو انت صنايعي تجهيزات برضو في مطعم كويس ممكن تاخد اكتر من اليوميه دي. لو انت صنايعي جلايه او شوايه فاقل يوميه ممكن 120 دينار. وبرضو على حسب المطعم ممكن تاخد 90 او 100، بس بيكون مطعم صغير. وبنغازي مفتوحه والشغل فيها كتير، وربنا يرزق الجميع يا رب.